عاملة زي كاميرات المراقبة، يفضل يبص على ده وعلى ده وعلى ده ويركز في الدنيا كلها، انما ان هو ياخد خطوة او ان هو يتكلم او كده لا، بيكون صعب ان هو يتكلم غير لما ياخد عليك. لو خد عليك خلاص بتبقى الموضوع فريندلي قوي والدنيا بتبقى لطيفة وبيعرف يتكلم والحياة بتبقى كويسة. بس عموما برج العذراء هو كاميرا مراقبة، ويبقى قاعد بيبص لك كده وهو عارف ومتأكد ان انت مثلا مش دي شخصيتك الحقيقية. بيقدر يكشف الناس الفيك بسهولة جدا. برج العذراء من العيوب الشديدة اللي عنده ان برج العذراء بيهتم قوي 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 بالفلوس، يعني اهم حاجة في دنيته ان هو يبقى معاه فلوس. دايما مهما بيبقى معاه يقولك انا معيش فلوس، بيخاف من الحسد قوي فدايما يقولك انا معيش فلوس. بس هو برج العذراء دايما عنده سبير، يعني دايما لما يقولك انا معيش فلوس دي اعرف ان العذراء كده مد ايده على الفلوس اللي هو شايلها، مش معنى كده ان العذراء كده بقى معهوش فلوس. فبرج العذراء من الابراج اللي دايما عامله حساب لبكره، مش هينه. برج العذراء الفترة دي بصراحة مركزين جدا في شغلهم، بيحاولوا ان هم يكونوا دؤوبين جدا في شغلهم. العذراء عارف كويس قوي انه اهم حاجة في حياته وضعه المادي، فبيحاول الفترة دي برج العذراء ان هو يحافظ على الثبات الانفعالي بتاعه، ما بيحاولش يدخل في مشاكل او بيحاول ان هو يدخل نفسه في صراعات ملهاش اي لازمة. بيحاول ان هو يتعامل بطريقة فيها توازن. برج العذراء برج العذراء الفترة دي عاطفيا شايفة ان برج العذراء مش هقدر اقول ان هو منفصل عن الشريك او ان هو مع الشريك. برج العذراء منجذب للشريك جدا وفي طاقة تواصل كبيرة بين الشريك وبين العذراء، بس برج العذراء تحس ان هو قاعد ساكت كده، يعني اللي هو راضي جدا بتصرفات الشريك، حاسس ان الشريك تمام، انت عامل اللي عليك وانا عامل اللي عليا، فمش حاسس ان هو عايز يبذل اي حاجة او يبذل اي مجهود في العلاقة. برج العذراء من الابراج اللي بحسها شوية ممكن تكون مش سوية نفسيا، بس هي طول الوقت بتدعي ان هي سوية وانها كويسة وانها لطيفة وان كل حاجة في ايدينا والدنيا حلوة. برج العذراء شايفة ان الفترة اللي جاية دي ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك تغييرات، والتغييرات دي هتكون تغييرات ايجابية في العاطفة. شايفة ان برج العذراء ممكن يميل اكتر ان هو يتجوز جواز تقليدي، بمعنى انه هو يمشي بدماغه واللي زي ما دماغه توديه هتجيبه. طيب برج العذراء في العمل قلنا ان برج العذراء مركز جدا وبرج العذراء ممكن يكون داخل